يا مان كشف يا زول، ناس الجيش ديل بلوا لك الدعامه ديل بل تقيل يا زول. يا اخي بل شنو يا زول؟ دي فيديوهات قديمه يا زول. يا اخي قديمه شنو ده كله موثق بالتاريخ، والله بل طيران وبيتحد. يا اخي انت ما شفت احنا اثبات عديل كده، احنا في القياده، احنا في القصر الجمهوري، احنا في المطار. يا اخي انتوا في الدايات يا زول، انا داير اعرف انتوا اللي وداكم الدايات شنو؟ يا اخي ده احنا جايين نجيب الديمقراطيه يا يا اخويا. اخي الديمقراطيه احنا مع الشعب، الشعب هو اللي بيجيب الديمقراطيه، ما انتوا يا الميليشيات. يا اخي انتوا كيزان في النظام السابق يا اخي. وانتوا دعامه جنجويد ساي يا زول. يا اخي والله نحن شفتها، حنسيطر على السودان ده وحنجيب الديمقراطيه ونخلي الشعب ده يعيش بامن وسلام. يا اخي دمرتوا البلد وحركتوا المؤسسات يا اخي، ما خليتوا حاجه يا اخي. يا اخي انت بتضرب المواطنين بالطيران يا اخي. يا اخي طيران شنو؟ انتوا والله بليتوهم بتحت وبفوق يا اخي، ده شنو ده يا اخي؟ والله العظيم انتوا، انا ذاته ما عايز معك اي كلام يا زول، ما عايز معك يا اخي انا داير معك كلام انا يا اخي. انت قلت لك الله يا اخي انتوا كيزان ساي يا اخي، معفنين يا اخي. جنجويد ساي يا اخي. يا اخي ما عندكم اي موضوع والله العظيم يا اخي. عليك لا، رايك شنو في الكلام ده عليك الله يا اخي؟ انا عندي راي. انت مع منو هسه؟ انت مع الجيش ولا مع الدعم السريع؟ انا ولا مع اي واحد فيهم، انا مع الحق. انا لو جيت لكم انتوا الطرفين متضرر منكم. انا خريتي اتحرقت بانتينوف واهالي اوبادو بكروزرات ودبابات. انا ما ربحان منكم كلكم. قول انا المواطن، انا ما تابع لجهه. انتوا بتتداوسوا ناسين انه في ناس مساكين، الشعب اللي انتوا بتتكلموا عنهم ديل انتوا بتقتلوهم. اتخيل في واحد بكون بفتش رزق اليوم باليوم، هل فكرتوا في انه الزول ده حيكون مصيره شنو؟ هل فكرتوا انه الزول اللي بعمل غسيل الكلى ده لما يكون في وضع مجحجح زي ده يغسل كليته وين؟ او هو عنده كلى اصلا؟ قال انت مع منو؟ انا ما مع اي واحد فيكم. انا مع انه الحرب يقيف، مع انه بدل تعملوا تدمروا المنشآت تعمروا، مع انه بدل دبابة تبنوا مصنع، بدل دوشكا عملوا مستشفى، بدل طيران افتحوا جامعات، وعوا عقول الناس. تتخاتلوا من اجل شنو؟ ما انتوا كنتوا اخوان مقفولة واتقسمت. الجديد شنو في الموضوع ده؟ الطرفين خدتوا العقل وخدتوا السودان قدامكم، ما تراعوا لمطامعكم الشخصية. فالكلام ده ما ودينا قدام. فانتوا الليلة في الخربة هنا تتناقشوا، ده انا مع ده وانا مع ده. لا لا لا، ده لو بموتوا كلهم الكبارات ديل ان احنا في الخربة وفي الوطن نكون اخوان. فما ممكن. وانتوا لما ترسلوا رسائل سلبية ناسكم اللي في البلد بيفتكروكم انتوا قدوة وبيسمعوا منكم، والطلقة بتقتل الزول والميديا بتقتل الألف. ده كلامي لكم، اوعوا وفكروا. نحلك يا قضية